السلام عليكم. نايضة بين قطر والأردن. لا مشكل، كاين مشكل كبير بين قطر والأردن على خلفية الماتش نتاع الفينال. في الأول كانت القضية فيها غير مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الآن الأمر وصل للصحافة القطرية. جريدة الوطن القطرية شنت هجوما على الأردنيين، وبالخصوص على واحد الزلة اللسان ديال الأمير الأردني. رئيس الاتحاد الأردني ديال كرة القدم هو أمير من العائلة الملكية نتاع الأردن. إذا نايضة شوية الشاش غنهضروا عليه. غنهضروا على وليد الركراكي مع دياز داكشي نتاع بن محمود، وغادي نهضروا على بالماضي والمستجدات نتاعو، وغادي نهضروا أيضا على كيروش، وغادي نهضروا على رضوان جيد. ما علينا، نبداو مع قطر. قطر بن عمي الأمير، سمو الأمير رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، دار واحد التصريح بحال هكذا معاه السي عموته، معاه اللعابة، قال لهم نهنئوا اللاعبين، بغى يقول نهنئوا أيضا الطاقم الفني، زلقت لسان قال نهنئ الطاقم التحكيمي، طاقم التحكيم، وشوية بغى يقادها، وقع بزاف نتاع الضحك. تفهم بأن داك الزلة مقصودة غير مقصودة، وحتى إلا ما كانتش مقصودة فهي في اللاوعي نتاع أو لا شعور واللسان ما فيه عظم وما إلى ذلك. فالقطريين بقى فيهم الحال بزاف، والصحافة القطرية، وملي كنقولوا الصحافة القطرية الأمور يعني راه ما كاينش داك الشيء نتاع بريفي ولا الأمور الفوق. يعني جريدة الوطن القطرية أعتقد، إلا بقيت عاقل على السمية ديال الصحيفة، المهم باش ما كان غنتأكد وغنحط لكم هنايا الخبر. شنت هجوما لاذعا، هجوم زعما على مستوى اللغة، على مستوى التعابير اللي كاينة صعيب بزاف، خايب. يعني الأمر ينذر بشي حاجة اللي غتكون ماشي هي هذيك، في انتظار أنه يوقع شي تدخل من أعلى المستويات على مستوى قطر ولا الأردن باش يقدوا الشغل. لأنه فعلا القطريين حسوا بأنهم ظلموا بعد الهجوم اللي وقع في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي. ما رحموش الحكام، داك الصدف ديال 3 ديال ضربات الترجيح. الخبراء نتاع التحكيم كيقولوا صحيحه، ولكن لما تحيدها انت البنادم في التيك توك مستحيل. اذا الامر شويه متشحبل. ما علينا، نمشيو ابن عمي عند وليد الركراكي وبن محمود اللي غاديين كيجريو لاسبانيا. كيما كتسمع ابن عمي غاديين يدقوا الباب نتاع ابراهيم دياز البارح دار واحد الماتش واعر مع مدريد، سجل شي هدف داك الشيء ديال الناس الواعرين. فوليد وبن محمود غاديين بالعجل، والقوالب من السكر، يطلبوا العار. العار الى ما زيد معنا. رئيس الاتحاد الاسباني ما نعسش، حتى هو غادي يدق وغيدي الطورو. دابا شكون غيغلب، واش الطورو الاسباني ولا العجل المغربي؟ المهم في اطار تبيع العجل، انا كنقول لابراهيم دوز لهادشي، دوز عندنا، دوز ابراهيم، تبت معانا الله يرحم والدينا، راه محتاجينك اصاحبي. مالك 2025 كدا. عندنا فرقه زوينه، كاين لعابه زوينين، لومبيونس، عندنا راس لافوكا، مالك عندنا خيل القجع، امور بروفيسيونيل كامله. ما بقاش داكشي ديال 2010 2004 2006 2000. لا دابا الامور بروفيسيونيل ابن عمي. اللاعبين ديال المنتخب، نعم سيدي ليك، المركب ديالهم كلشي، الامور مريقله مقاده، الخبراء الفنيين، الاطباء، التخصصات. صافي يلا ابراهيم عندك تحشمنا ابن عمي. نمشيو دابا ابن عمي عند بالماضي، مازال راه محيح على الاتحاديه الفيدراليه الفاف نتاع الجزائر، طالب فلوسو. كاين اخبار كتقول بان كيروش هو اللي غادي يكون. خرجت شي اخبار، والجهه المضاده، الجهه اللي مازال باغيه بالماضي، خرجت اخبار اخرى من الجهه الاخرى في الصحافه الجزائريه. هادشي في الصحافه قال لك بان كيروش مريض بالزهايمر. تقارير طبيه تثبت ان كيروش مريض بالزهايمر. باغيين يقنعوا الشعب الجزائري بهذا الشيء هذا باش يحرجوا الفاف، باش ما يعيطوش على كيروش. دابا تخيل معايا مدرب مريض بالزهايمر، مشكله والله العظيم بالله. ولكن يقدر يسلك، يقدر يعقل على ما يعقلش على التشكيله، يبان له اللعاب في شكل ومن بعد يبان له في شكل، والتغييرات في وسط ما يعرفش شحال من تغيير دار، اش من خطه، واش 4-2-2 ولا 2-4-4 ولا 3-2-1 ولا 6-7-8-9-10. المهم كيروش فيه الزهايمر. هذا الشيء بيناتهم دابا في اطار الحرب الاعلاميه اللي كاينه داخل الجزائر. دابا غا من عمي ديالي غادي نمشيو عند دياز، عفوا
عفوا عن جيد. رضوان جيد جاب الربحه. جاب الربحه بن عمي. الكاف عاقبوا. ثمة اخبار كتقول بانه تحيد من الليست كاع نتاع التحكيم، ما بقاش غيحكم الافريقيا كاع. كاين اللي كيقول لا راه حيدوا له غير واحد الماتش كان عنده في تونس ديال الانديه تحيد له. اذا جاب الربحه. سخونيه الراس اخي جيد. دابا انت شو وقع لك السي جيد؟ اللي وقع لك هو انه علاش خايب شي مرات يكون يعني عندك شي واحد هكذا متبعينه مشار اليه بالاصابع. كنتكلم على القجع. راه شتي القرار ديال العقوبه اللي كانت تصدر على في حق الركراكي ودابا في حق جيد، غير باش ما يتقالش بان عندهم القجع. وكيكون القرارات صعيبه قاصحه غير باش ما يتقالش بان عندهم واحد نافذ وكذا وكذا وكذا. اش غدير؟ ما عندك ما دير هنا عمي كتوقع. اذا بالنسبه للماضي باقي واحد الخبر نهائي وغنسالي. هذا المشكل هذا اعتقد انه غيبقى، وانه غادي يتم يعني المعاقبه ديال الاتحاد الجزائري، وهذا الشيء باغيينه. هذه القراءه ديالي بواليه قيوعيه سنطوحيه. الفاف كيقلب على المعاقبه باش يعاقبوه باش ما يجيوش يلعبوا في كاس افريقيا 25 هنا في المغرب، ولاسباب تعرفونها. هما النهار اللي جاو لعبوا هنا مع بوركينا فاسو باقي لدابا كينشروا بانه من ذاك النهار ما شافوا الربح، وكيتهموا بانه وقعت لهم شي حاجه هنايا في مع بوركينا فاسو هنايا في مراكش. اش غدير ملي كيكونوا عندك يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، يعني نظام عبيط يستثمر في العبط وفي الجهل والتجهيل. معليش كتقول الدنيا هانيه، وكاين شي وحدين اخرين كيقول لك عاود ملاح ما يجيوش ما خصنا به المشاكل، عاود داك الاعلام ديالهم عاود كذا وشحن ليا وشحن من هنا وكذا، ومواقع التواصل الاجتماعي. في انتظار ذلك ابن عمي ديالي بالماضي كيطلب فلوسو. الفاف مازال ما جاوباتوش. هو غادي يمشي للفيفا بعد باقي له دابا 5 ايام. ملي غيمشي للفيفا ابن عمي الفيفا غدير القرار ديالها. الا ما عجبوش غيمشي للطاس، والطاس غادي تصدر القرار وغترجع للفيفا، والفيفا غادي تصحح الحكم، وغادي يوقع بان ما هو العقوبه ديال الفاف ديال الفاف بقدام الغرامه وقدام العقوبه. ما كاين لا سميتو لا بطولات لا والو. التوقيف لمده عام ولا عامين ولا عن البطولات القاريه والدوليه اللي منضويه تحت لواء الفيفا، وبالتالي عدم المشاركه ديال الجزائر في هذه القضيه نتاعت كاس افريقيا في المغرب 2025. اش غدير؟ هذه دابا التاويلات ديالي كنتمنى ما تصدقش، ولكن تقدر تصدق الدنيا والزمان. يلا باي 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 باي.